يا زيكو زيكو. نعم يا عم اكرم. انا سمعت ان انت هتعمل مشتل للنباتات النادرة. ان شاء الله يا عم اكرم. طب ما انا ممكن اساعدك في المشروع ده. صحيح يا عم اكرم، بس ازاي يعني؟ ازاي؟ ما انت عارف ان انا عطار، ده انا عطار ببالين كمان، وبفهم في النباتات دي كويس قوي. صحيح، ده انت عم اكرم العطار. يا كانت غايبه عني فين؟ ده انت غريب جدا. عموما حصل خير. انت عارف ان انا عندي هنا في المحل نباتات نادرة كتير قوي. اتفضل يا زيكو واتفرج براحتك انت. انا هستأذنك بس يا عم اكرم، نأجل الموضوع ده اللي بعد الفطار. اصل انا راجع من مشوار تعبان شويه. لا مش شويه، تعبان جدا. ماشي، على راحتك، الوقت اللي يناسبك وانا في انتظارك. أنا عايزكم تسمعوني كويس وتركزوا معايا. المسألة مسألة حياة أو موت، يا الخريطة يا حياتنا كلنا. لا لا لا، انا مش عايز اموت. انا مش عايز، انا ما عملتش حاجه وامي. انا مش عايز اموت يا امي. اسكت ساكت. الخريطة دي هنوصل لها ازاي يا باشا؟ وامي ممكن اقول حاجه؟ انت تقول حاجة؟ انت مش شايف الكبار بيتكلموا مع بعضيهم؟ اخلص خالص. سيبه يا واوا، احتمال يقول حاجة مهمة. ده يقول حاجة مهمة يا باشا؟ ده ما يعرفش اي حاجة عن اي حاجة. طب بص، قول. بص يا وامي، احنا نروح لبوجي ونستعبطه ونقول له ان الخريطه دي احنا محتاجينها في مساله حياه او موت. ما هو صحيح، وبكده ناخد الخريطة على الجاهز ولا حد يموت. عش الحل يا باشا. أنا هقول لكم هنعمل إيه. ايه نايمين؟ فتحوا عليكم، ممكن يخرجوا وانتم نايمين. امرك اهو بيه، ولان والله العظيم شايف شغله ومفتح عينيا اهو. وانا كمان عينيا مفنجين اهم، وممكن نخطفهم لك كمان من غير ما حد يدرى ولا يعلم. انت رخم يا ابو صلاح. يا ربي، هو بغباوته. بس خرجوا. يلا بينا. خرب يا باشا. اسكت، انت بتزعق ليه؟ هتفضحنا وهتودينا في 60 داهية عشان ما يفلتوش مننا يا باشا. شفت يا باشا؟ شفت ولاد الايه؟ كانوا مخبين خريطة الكنز فين؟ واحنا دخنا عليها السبع دخات يا باشا. طب يلا انتوا هو روح، يلا اركبوا اي حاجة وحصلوني على المخبأ. جو. استنى يا باشا قبل الجو. مش لازم الاول احنا نخطفهم ونركبهم التاكسي غصب عنيهم؟ مين اللي قال كده؟ في السيما بيه ابراهيم الابيض في اليوم الاسود. سيبت ايه؟ الموضوع هنا مختلف خالص. انا هركب التاكسي وهعدي قدامهم، هم هيشاوروا لي، هقف لهم هيركبوا. افرض ما شاوروش يا باشا. سيبت بس، يلا ما تضيعوش وقت، يلا انت هو بسرعة. جو. استنى يا باشا، ورانا عجلاتكم عجلتين وحصلونا. اتفضل يا باشا، قول جول. اوكي. جو.
يا اسطى، ده مش طريقنا. معلش يا استاذه ما تقلقيش، ده طريق مختصر وفاضي كمان بعيد عن الزحمه. ولا انتوا مش عايزين توصلوا بسرعه ولا ايه؟ فعلا احنا عايزين نوصل بسرعه جدا لان الوقت مهم جدا بالنسبه لنا. بص يا سعاده الباشمهندس، احنا مشوار صغير قوي وهنرجع على طول. عملت ايه في المرايه؟ سيبها كده عشان اشوف. انا بكلمهم فيها بس تصدق يا باشا على النعمه انت افكارك كده. شكرا كده شكرا كده والله عليك. شيل ايدك مش شايف. ماشي يا باشا. باشا نعم باشا اسكت شويه بقى. مشوار ايه؟ الحق يا بوكي، دول شكلهم باشا هيشوفونا. باشا بص لا مؤاخذه يا باشا، انا مزروق وعايز اعمل زي الناس. مش وقت، استحمل شويه. مش هينفع استحمل يا باشا، استنى هنا يا باشا شويه. مش هينفع يا بني ادم، ما تضيعش الوقت. لو مش هينفع ابقى كده هبل العربيه يا باشا. يا عم مش هينفع. وقف يا باشا. حاسب الدركسون يا عم وقف. اعمل حادثه يا بني ادم، حاسب. الله كده كسرت العربية؟ لما انت ما بتعرفوش تركبوا عربيات ليه؟ يا باشا هو القصير اللي كان هنا ده اللي نط وجري، ده هو السبب. هو انت اللي كنت سايق. معلش حاج عليا، انت مخك كبير وجسمك كبير والصلاة على النبي يعني. يلا زي ما كنت تعبان وارتاح. مبسوط؟ عاجبك اللي حصل ده يا بني ادم؟ انا يا باشا مؤاخذه يا باشا اعذرنا في الموقف، كان اقوى مني، انا كنت من النوع اللي اعذرك يلا. لا ممكن تفضل راحوا فين؟ هربتهم يا باشا. هربوا يا بني ادم. مبسوط. طب يلا بسرعه نرجع نشوف راحوا فين. يلا بسرعه جوه. يلا ارسال. ايوه تم الاستلام. بص. الو يا باشا، وصلتك الصور؟ شفت الكنز قد ايه يا باشا؟ هنعدي. ايوه تنفيذ التعليمات ست خلاص. هدور على صاحب الارض واشتريها منه باي ثمن. بعد كده اجيب العمال ونطلع الحاجه بتاعتنا. مبروك علينا يا باشا. اي تعليمات تانية؟ باي باي. هنعدي. هو طنطا متأخروا يا ابراهيم، متعرفش ايه اللي اخرهم كده؟ الغايب حجته معايا حسن، بس قول على الله مشوارهم يجوا بفايده. ان شاء الله ربنا هيوفقهم. الحمد لله هم جم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتأخرتوا ليه يا ولاد؟ خضتونا عليكم. اسكت يا عم حسن، احنا كنا مخطوفين. مخطوفين؟ ازاي؟ لكن ربنا ستر والعربية عملت حادثة. يا ساتر يا رب. المهم يا جماعه، عرفتوا الجماعه اللي عايزين يخطفوكوا دول هم مين؟ وعايزين يخطفوكوا ليه؟ الله، ودي عايزه كلام يا عم حسن. اكيد طبعا عشان الكنز. للاسف مفيش حاجه بتستخبى في البلاد دي خالص. طب وبعدين؟ ده انتوا كده في خطر يا ولاد. المهم ما يوصلوش للخريطة والكنز. طب وانتوا بقى عرفتوا مكان الكنز فين؟ احنا حددنا على الخريطه الاماكن اللي فيها الكنز، زي ما قال جدي في الرساله بالظبط. الكنز مش في مكان واحد، في اكتر من مدينه ودوله. معنى كده بقى ان لازم حد يسافر الدول دي كلها عشان يدور على الكنز. ان شاء الله انا وطمطم هنسافر في كل مكان لحد ما نلاقي الكنز. المهم دلوقتي محدش يوصل للخريطة لحد ما نسافر. بقول لك ايه يا حسن، بوجي وطمطم اليومين دول بقوا في خطر بعد اللي حصل لهم الليله دي. والله عندك حق يا اخي، احنا المفروض بعد كده ما نسيبهمش لوحدهم ابدا. وانت يا اكرم؟ خير يا عم ابراهيم. فتح عينك كويس وخد بالك من الاغراب اللي بيخشوا في الحاره. ليه؟ كرومباني ولا هشتغل مخبر على اخر الزمن؟ ايوه بالظبط كده، الموضوع اصله كبير قوي مش صغير. طب ما تقول لي ايه الموضوع؟ بوجي وطمطم كان حد هيخطفهم. يخطفهم ليه؟ عشان الكنز. كنز ايه؟